دموع الوداع استبقت رحيله عن الملاعب، والفرح كان عادة لتواجده فيها، وبينهما اختصر توتي كرة القدم في اسمه بروما. الحذاء سيعلق والقميص سيحفظ وصورته دائمة الثبات. توتي لم تمنعه شوارع روما الضيقة من اتساع رغبته لمداعبة الكرة. بدايته كانت هكذا مع الجماهير قافزة فوق كل القواعد المتعارف عليها بين اللاعب والمناصر. اختصر اسمه في قميص واحد واختصر اسمه في فريق واحد. كانت روما الرابطة الأساسية في كل شيء، وفي الكرة يعود تاريخه معها إلى أكثر من عقدين جاور فيها توتي أساطير كرة بدأ قبله واعتزلوا قبله. توتي الساكن في ذاكرة أهل روما غطى بوفائه للفريق على قلة الألقاب المحصلة محليا والأبرز فرديا. تجاوزه رقم بونار نوردال كأفضل هداف مع فريق واحد في الدوري الإيطالي. قاريا يحمل لقب الهداف الأكبر سنا في دوري الأبطال ب38 سنة، وعالميا نال لقب كأس العالم مع إيطاليا في 2006. بعيدا عن ذلك يقال إن توتي لم يخطئ الشباك إلا صدفة، يتعامل مع الوضعيات وفق حالتها، والتصرف يكون في الغالب أهدافا لا إهدارا. في روما يقولون إن فرانشيسكو يختصر مسافة القرب من الفوز والابتعاد عن الخسارة. توتي كان متجها إلى 41، وقبل أن يبلغها كان الجهر باعتزاله. حين أدار السن ظهره أعلنت النهاية، نهاية لا تتشابه مع غيرها. من منطلق كثير من الأسماء تتوالى وقليل منها يحفظ ويذكر.